كذا كذا. الله غالب، يعني الله غالب، ما هون ولا حدا يقدر يعذرني. احنا كل يوم نتواصل يا جماعه، احنا وميكس كل يوم نتواصل. يعني بقولها كلمه، انا من اليوم ميكس عدوي. يعني الجلسه اللي حضرها غدر، من اقوى انواع الغدر اللي عشته في حياتي. في طلاق اسمه في تونس، طلقوني في تونس يا ميكس، ولا حدا يلومني على كل كلمه بقولها، ولا حدا فيكم باللايف حاس انا شو بحس. من المشكله هذه بحكي كل اللي في داخلي. انت لو اخذت من وقتك ساعه تمام ورحت على المدعي العام وقلت له انه هذا الفيديو قديم، بقول لك الله معك. خلص وصلت معايا صدمه. انا يا جماعه لازمني اكل كف من عند ابوي، يشد ابوي ياتيني كف وجهي هذا يصير ورايا. انا قعدت يعني اتواصل مع ميكس، خلص هذا غلط كبير. فوصلت فتره انه قعدت اتواصل معاه، قال لي بدنا نرجع كذا كذا كذا. الله غالب، يعني الله غالب، ما هون ولا حدا يقدر يعذرني. قال لي روحي الغي كل القضايا اللي علي، اللي انا اعرف، يعني اللي انا مع عليه، هما يعني نفقه وحاجات تافهين. الله غالب، يعني حننت قلبي ورحت لغيت كل القضايا، كلمت محاميتي، لغيت كل القضايا، لغيت كل الاشياء. اذ بميكس مش لاغي قضيه، يعني هو رافع علي قضيه، بس انا رحت انا شلت كل القضايا وقلت عند ربي وعادي. اليوم لما طلع ميكس لايف كثير انزعجت. ليش؟ لانه احنا نتواصل كل يوم، احنا كل يوم نتواصل يا جماعه، احنا وميكس كل يوم نتواصل. يعني ميكس تروح تحضر جلسه وما تخبرني. بقولها كلمه، انا من اليوم ميكس عدوي. يعني الجلسه اللي حضرها غدر، من اقوى انواع الغدر اللي عشته في حياتي. في الليل تحكي معايا روحي كلمي محاميتك، الغي القضايا، الغي الاشياء. بروح انا الغي القضايا. منو قال لي خليها تلغي؟ عند رسائل نورشين عندها الرسائل، عندها كل شيء، انا عندي كل شيء. رن على نورشين خلي تلغي القضايا. في قطر ميكس تواصل معايا وقت اللي انا في قطر بده يرجع وكذا، وجاني الفندق القطر، في الفندق في كاميراوات، صاحب الفندق قال لي بعطيك الكاميراوات انه ميكس اجى، والله يعني كل شيء مصور. طلع كله، يعني ما فهمت شو القصه، انه بده اشيل عليه القضايا. شلت عليك القضايا، شلت عليك. انا واحده من الناس مسامحه شويه، نفقه 2000 3000 اردني 4000 بيتعوضوا بيجوني. زي ما زيتوا تزوجتوني في تونس، في طلاق اسمه في تونس، طلقوني في تونس يا ميكس. انا اليوم عامل لي بلوك، كيف اتواصل معاك؟ انا ضحى مسامحتك، ما بدي نفقه، ما بدي ولا شيء. تعال يا اخي، انت ابن اصل وانا مفتخره بيك انك يا اخي طلقني زي ما رحت تزوجتني في تونس. تعال طلقني يا ميكس في تونس، في بلد شعب تونس بيحبك. زي ما تزوجت البنت هذيك طلقها، ليش مخليني هيك في المفتوح من بلد بضل وراك؟ بس بقولها من اليوم صار عدوي، ولا حدا يلومني على كل كلمه بقولها، ولا حدا فيكم في اللايف حاس انا شو بحس. والله ما بعمل بك ولا شيء، بس نتطلق بالتراضي في تونس. ما عرفت كيف امسكك يا ابن الناس، ما عرفت كيف امسكك، خلص. بس بقول لكم كل واحدة يا جماعة، بده يعتبروه تهديد، بدهم يعتبروه كذا. يوم اللي اطلع من المشكلة هذه بحكي كل اللي في داخلي. في اشياء في داخلي بحكيها. بعد فترة وصل الفيديو للمدعي العام. هسه المدعي العام شو بده يعمل؟ المدعي العام رن علي قال لي انا وصلني فيديو وانت بتقول انت طالب بالمليون. قلت له يا سيدي هذا الفيديو قديم، هذا الفيديو قديم له تقريبا 2 أو 3 قديم كثير. قال لي طيب ماشي، بدي تيجي عندي تمام وتحلف يمين بس عليك انا. بده ياخذ اقوالي الزلمه، بده ياخذ اقوالي. بتحلف يمين انه هذا الفيديو قديم وبتثبت لي تاريخه انه قديم، والله يعطيك الف عافيه. قلت له تم، ابشر من عيوني. اخذ اقوالي وخلصت كل شيء والامور طيبه. هسه هم بدهم ضحى،
هم حاولوا يتواصلوا مع ضحى ما قدروا يصلوا لها، تمام؟ ما قدروا يصلوا لها بالمره، ما قدروا. يعني ضحى، انت يا ضحى شوفي، انت لو اخذت من وقتك ساعه تمام ورحت على المدعي العام وقلت له انه هذا الفيديو قديم، بقول لك الله معك، السلام عليكم السلام ورحمه الله. هم ودوا لك كتاب رسمي باسمك انت، كتاب رسمي، عندنا قانون بالدوله اسمه كتاب رسمي، لازم انت تروحي تحلفي يمين. يعني شايف المدعي العام بده يخلص الاجراء وهو مش سامع من الطرف الثاني،